القانون ده لازم يتمرر عشان 3 حاجات. شقق القطاع الخاص اللي هي الشقق القديمه هتتفرغ في عز ان احنا دلوقتي عندنا غلاء رهيب جدا، فهتبقى في 4000 و5000، وحضرتك هم هياخدوا ضريبه ثروه عقاريه هتزيد، هتوصل ارقامها كبيره جدا. زائد بقى اهم نقطه عندهم واهم سبوبه بتتعمل دلوقتي لسداد الديون، اللي هي املاك الاوقاف. املاك الاوقاف دي طبعا هم دول بقى اللي هيعملوا لهم الحصر عشان يخرجوهم في خلال سنه. ليه؟ النهارده اللي قاعد في عمارات الاوقاف مثلا 100 عقبه، العماره دي بتساوي مبلغ كبير جدا. انت لو جيت خيرته وقلت له هاخدك اقعدك في الاسمرات او هجيب لك شقه مش عارف فين او هيقول لك لا. لكن لما يصدر قانون زي ده هو مش هيستنى بقى ال7 سنين، هو عايز يستقر سكن يعني سكينه، فهيقدر يفضي وبسرعه املاك الاوقاف عشان يبيعها يطرحها للبيع. يعني في الاساس هي مصلحه حكوميه. الطرف بقى الحاجه الثالثه اللي احنا كلنا غايبه عننا هم الملاك الجدد ومصلحتهم في الضغط على الدوله. احنا اللي المفروض كنا نعرف مين دول وايه اللي بيحصل، وعشان ايه احنا نتقدر بالطريقه دي. الحكومة بتمرر القانون علشان في حاجة هتطلع لها من الليلة دي. ده يندل في انما يدل على انها حكومة فاشلة مش عارفة يا عيني تلم فلوس منين. هي جاية على الشعب في ضرايب وضرايب عقارية وان شاء الله لو الهدوم اللي انت لابسها هتاخد عليها فلوس. منظومة فاشلة. انت المفروض تعرف ازاي تزرع، ازاي تصدر، ازاي تنتج. هو ده الاستثمار، هو ده ازاي تبني بلد. لكن معلش اعذريني، انت سايب كل الامكانيات ديت وجاي بتاخد من جيب الشعب عشان تسدد، زي ما حضرتك كنت قلت، ما اعرفش مين كان بيقول لي انت بتسدد من ديون من جيوب الشعب. للاسف حكومه ما بتعرفش تبني حياه، هي بتدمر حياه. كنت حاسس ان هو موضوع من الخارج اكتر من ان هو في الداخل، خصوصا لما انا تابعت قناة العربية وتصريحات انا مش فاكر اسمه عبد الله اخسم الملاك في مدينة المهندسين وخلافه على عمارات كتير ايجار قديم، والعبار طبعا وسويرس وشركة الاسماعيلية. الناس دي يا جماعة مش نازعة ملكية لشقق ايجار قديم، فهم عشان ياخدوا العقارات. ويمكن انا اتكلمت مع دكتور ممدوح حمزه وده راجل سياسي كبير وخبير هندسي كبير، قال لك هم مش هيقدروا ياخدوا الشقق طول ما هي فيها ايجار قديم ينزعوا الملكيه. فالحوار ان هم يطلعوك بعد كده ايه، يوم جاي داخل نازع الملكيه ويخلص نفسه، ويبقى المشكله بدل مع ملايين يبقى مع حاجه صغيره. طيب الحكومه دلوقتي بتقول في شقق، انا بقول لك هي معاها حق. الشقق في بالم هيلز والشقق عند نجيب ساويرس والشقق في تاون هم حاسبين دول، انما هم مش حاسبين حاجه عندهم، هي حاجه في القطاعات الخاصه والشركات الخاصه والكلام ده. بدليل في اسكان اجتماعي، ما فيش اسكان اجتماعي. طب نيجي للمحافظات اللي هي ما فيهاش صعيد صحراوي، المحافظين كلهم قعدوا معاهم قالوا لهم ما فيش اسكان اجتماعي، ما عندناش اراضي. وانا بقول لك الاراضي لو اتاخدت وتعمل بيها هيبقى اراضي ايه بيتزرع عليها. طيب حوار الاوقاف داخل، حوار الاوقاف داخل. طب الحكومه لو هي صادقه عوضت قاطني الطريق الدائري اللي هي التوسعات؟ ما عوضتش. عوضت حد؟ ما بتعوضش يا جماعه. الحكومه دي بتقول لنا كلام وهي بتعمل غير. شغلك بال7 سنين وال5 سنين وال10 سنين، وانت اصلا بعد شهر لو معاشك تكافل وكرامه بالسلامه، لو مش عارف معاش معاقين بالسلامه. ما هو اضرب لي بقى 20 مثل. وبعدين ايه اللي هيحدد المنطقه مميزه؟ لجان من وزاره التنميه المحليه. اللجان دي ممكن تعمل المناطق كلها ايه، اغلبها مناطق متوسطه او مميزه. طب ادفع. انت معاشك كام؟ معاشك 3000 جنيه، هتدفع لي 1000 جنيه؟ طب هتاكل طوب ولا هتاكل ورد ولا هتاكل ايه بالظبط؟ ما لازم نعقلها. طيب ليه في الوقت ده انا بقول ان في مؤامره على البلد؟ العبار والكلام ده